السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة من أخبار كرة القدم نيوز بو. الآن نبدأ هذه المباراة من فرنسا. دراكسلر لن يغادر باريس سان جيرمان، وخرجت العديد من التقارير الفرنسية في اليومين الماضيين لتتحدث عن إمكانية رحيل دراكسلر من باريس سان جيرمان عقب التعاقد مع البرازيلي نيمار وازدياد كم النجم النجم لدى نادي العاصمة. ومع أن الشائعات تحدثت عن اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وليفربول بالإضافة إلى برشلونة بضم دراكسلر، إلا أن وكيل الأعمال الأخير رفض مناقشة مسألة مغادرة دراكسلر لباريس سان جيرمان. وقال فيتمان: نحن لسنا مهتمين إذا كتب أحدهم شيئا، مضيفا لم يتغير شيء، مشددا على تصريحات سابقة التي أصر فيها على بقاء دراكسلر مع سان جيرمان. وضم باريس سان جيرمان دراكسلر من فولسبورغ في الانتقال الشتوي الماضية، وقدم صاحب 23 عاما أداء جيدا مع فريق الجديد البيج. نذهب إلى إيطاليا رسميا. بيليز ماتويدي لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد. أعلن الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس عن انتقال لاعب الوسط الدولي الفرنسي بيليز ماتويدي إلى صفوفه قادما من باريس سان جيرمان. وذكرت صحيفة نوتو سبورت والمقربة من السيد العجوز أن ماتويدي انضم ليوفنتوس مقابل 20 مليون يورو تدفع على 3 سنوات، بجانب 10.5 مليون يورو حوافز تعتمد على عدد مشاركاته خلال سنوات تعاقده مع بيانكونيري. ودفع ماتويدي ثمن وصول نيمار لملعب حديقة الأمراء، حيث أصبح النادي الفرنسي مجبرا على بيع عدد كبير من اللاعبين ومن أجل الهروب من مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف. يذكر وكان ماتويدي 30 عاما قد انتقل لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2011 من أجل تعويض اعتزال النجم الدولي كلود ماكيليلي، وشارك بقميص الفريق في 295 مباراة، أحرز خلالها 33 هدف. ولعب ماتويدي دورا بارزا في تتويج باريس سان جيرمان بلقب الليغ 4 مواسم متتالية من 2012 إلى 2016، وكأس آخر 3 مواسم، وكأس الرابطة 4 مرات من 2013 إلى 2017، وكأس السوبر 5 مرات من 2013 إلى 2017. نذهب إلى إسبانيا الآن. 5 بدائل متاحة لبرشلونة عوضا عن كوتينيو. برشلونة يواجه أزمة حقيقية هذا الصيف على مستوى التعاقدات. تضاءلت فرص فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع صانع ألعاب فريق ليفربول الإنجليزي فيليب كوتينيو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما رفض النادي الريدز العرض الثالث الرسمي من فريق الكتالوني للتعاقد مع اللاعب المتألق. عرض برشلونة وصلت قيمته إلى 125 مليون يورو بحسب التقارير الإنجليزية، وكان الرد قاطعا وحاسما لإدارة ليفربول بأن كوتينيو ليس للبيع بأي ثمن، حيث سيتجه المدير الرياضي للبلاوغرانا روبرتو فرنانديز إلى البدائل الأخرى المتاحة. ومع رحيل نيمار وانعدام فرص جلب كوتينيو وديمبلي، فإن النادي الكتالوني
في وضعية لا يحسد عليها، حيث أصبحت الإدارة مطالبة بترميم الفريق للموسم الجديد بأفضل اللاعبين على مستوى القارة العجوز. وفي هذا التقرير نستعرض معا 5 لاعبين بإمكانهم القدوم لبرشلونة وتعويض صفقة كوتينيو التي ذهبت أدراج الرياح. أول لاعب متاح لخلافة نيمار هو توماس ليمار من موناكو. أضحى في الفترة الأخيرة أحد أبرز مواهب الكرة الفرنسية بعدما تألق بشدة الموسم الماضي رفقة موناكو، حيث قادوا للتتويج ببطولة الدوري المحلي والوصول إلى النصف النهائي دوري أبطال أوروبا. اللاعب الجناح الطائر 21 عاما كان أحد اهتمامات أرسنال هذا الصيف، لكن مغالاة إدارة فريق الإمارة حالت دون الصفقة. ويتمتع ليمار بالمهارة والسرعة فضلا عن تمريراته الحاسمة. تاني لاعب ماركو أسينسيو من ريال مدريد، بلا أدنى شك هو أفضل موهبة في إسبانيا هذا العام، إن لم يكن في العالم بأسره، حيث يقدم موسما استثنائيا مع الميرينجي. وعلى الرغم من صعوبة الصفقة، إلا أن التقارير أشارت إلى إمكانية تفعيل الفريق الكتالوني للشرط الجزائي في عقد اللاعب والظفر بخدماته هذا الصيف. وسجل أسينسيو 12 عاما في المباراة الأولى له في كل البطولات الموسم المنجلي رفقة ريال مدريد، وأخراها في السوبر الإسباني ضد برشلونة. وسجل أسينسيو 21 عاما في المباراة الأولى له في كل بطولات الموسم المنجلي رفقة ريال مدريد، وأخراها في السوبر الإسباني ضد برشلونة. ثالث لاعب كريستيان أريكسن من توتنهام هوتسبير. ربما لا يمر الاسم كثيرا على مسامع متتبعي برشلونة، لكن في الحقيقة فإن أريكسن 25 عاما هو أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي على الإطلاق، واللاعب الأهم في تشكيلة مدرب توتنهام هوتسبير ماوريسيو بوتشيتينو، حيث يمتاز صانع الألعاب الدنماركي بالرؤية الثاقبة والتمريرات القاتلة، فضلا عن قيادته الحكيمة لخط الوسط السيبيريز. باقتداء أريكسن سجل 8 مرات الموسم المنقدم، كما صنع 15 هدف في البريمير ليج. رابعا مسعود أوزيل من أرسنال، ماستر أسيست الدوري الإنجليزي الممتاز، ففي كل لمسة تستطيع أن تجزم أنها ستنتج هدفا فقط مع أوزيل الذي صنع 197 هدف طيلة مسيرته، حيث ينتهي عقد لاعب ريال مدريد السابق مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، وسط مضاربات حول تمديد عقده مع الجانرز، وبإمكانه برشلونة استقطاب اللاعب عبر الراتب الكبير. خامسا ساول ناغويز من